هاي، عاملين ايه؟ النهارده انا هعمل فراخ وملوخيه ورز. إيه، زي ما انتوا شايفين انا هنا بسلق الفراخ. طبعا انا الفراخ غسلاها حلوه قوي بدقيق وليمون و... ونقعيها، وبعد كده بسلقها. حطيت لها ملح فلفل، حبهان، ورق لوري، بهارات، قرفه. تمام. وبس، وحطيت لها 3 بصلات، وبسلقها. بفضل سايباها ساعة على النار لحد ما تستوي. هنا بقى حطيت كبدة الفراخ، كبدة والقلوب حطيتهم كده يستووا. طبعا انا برضو في الاول عملتها بالدقيق والليمون حلوة قوي، ونقعتها حوالي 10 دقايق، وبعد كده غسلتها حلو قوي وحطيت لها زبدة وزيت وحمرتها. وبعد كده لما خدت لون حطيت لها ملح وفلفل وكوبايه ميه، وسبتها على نار هاديه بتستوي زي ما انتوا شايفين كده. يلا هاجيلكوا تاني. خلاص كده زي ما انتوا شايفين معايا الكبده استوت اهي، وشربت الميه بتاعتها، بقت شكلها تحفه. بس هي دي الطريقه بتاعتها، مفيش اسهل من كده. خلاص خليكوا معايا بقى. بصوا هنا بقى انا بعمل الرز بشعريه. اول حاجه حطيت يعني قطعه زبده كبيره، وحطيت زيت، وبحمر بقى الايه الشعريه. دول كوبايتين شعريه. تمام. بس هستنى بقى لما تدي اللون الذهبي واجرب. بصوا زي ما انتوا شايفين الرز خلاص، سوري، الشعريه اخدت اللون اهي زي ما انتوا شايفين. مش هحمرها اكتر من كده، بس كده حلوه قوي. هنزل عليها بقى بالرز. كده حطيت الرز زي ما انتوا شايفين. احط له بقى ملح، بس بفضل بقى ايه افلفله شويه، وبعد كده ايه هحط له الميه. بصوا بقى انا كده حطيت الميه. انا كده حاطه 3 كوبايات رز وكوبايتين شعريه، يعني كده حطيت 5 كوبايات ميه، و... وحطيت كمان زياده عليهم كوبايتين ونص، يعني كده حاطه 7 كوبايات ونص ميه، يعني لكل كوبايه كوبايه ونص. بس فزي ما انتوا شايفين كده. وهستنى بقى لما الميه تغلي، وبعد كده هوطي عليه واسيبه يستوي بقى على نار هاديه. كده الرز خلص معايا زي ما انتوا شايفين واستوى. هستنى بقى بقيه الاكل يخلص واغرفه معاكم. بصوا بقى دي الشوربه بعد ما الفراخ استوت. طلعت الفراخ في بايركس كده تبرد وتهدى. ودلوقتي بقى هاخد الشوربه دي واعمل الملوخيه. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده. عملت الملوخيه. حطيت شويه شوربه وحطيت عليهم كيسين ملوخيه. وهحط بقى دلوقتي التوابل معاكم. تمام. اول حاجه بعملها ان انا بحط شويه توم كده نيين في الملوخيه. بصوا بصوا كده، دول كده حوالي معلقه توم بتدي طعم للملوخيه. اوكي، هحط لها بقى، هحط ملح، وهحط ومعلقه سكر، وهحط كزبره ناشفه. ادي كده الملح. بصوا انا كده حطيت معلقه سكر وحطيت كزبره ناشفه. تمام. هحمر بقى الثوم دلوقتي.
كده بقى انا بحمر الثوم، حطيت قطعه زبده وحطيت شويه زيت، بس بحمر الثوم زي ما انتوا شايفين. بصوا انا اول ما الثوم دخل في اللون الذهبي رحت حطيت شويه كزبره وشويه ملح مع الثوم زي ما انتوا شايفين كده، مستنيه بقى ايه يوصل للون الذهبي. كده خلاص يعني هحطه بقى على الملوخية. بصوا كده زي ما انتوا شايفين كده حطيت الثوم. كده بقى الملوخية خلصت معايا، هغرفها معاكم وندوق مع بعض. بصوا كده ده شكل الأكل. حمرت الفراخ، حطيت عليها ملح وفلفل، دي الملوخية. أدوق بقى معاكم، بسم الله. أدوق بقى الفراخ. بسم الله. بجد تحفة، وجربوها.